أول فلوس تدخل جيبك من شغلك الحر مش لازم تطلع تشتري بيها ساعة غالية أو تعزم بيها صحابك. أول دخل بيجي من مجهودك دي مش مكافأة، ده حجر أساس. الناس بتفرح وبتصرف الناس بتفرح وبتصرف، بس الحقيقة إن أول شهر مش مقياس. الشغل الحر مش مرتب ثابت. في شهر ممكن تلاقي الدنيا معاك زي الفل، وفي شهر تاني تلاقي الدنيا قليلة جدا. فخليك عارف إن أنت عشان تقوم شغلك الحر معاك من 6 شهور لسنة أنت بتبني، مش بتصرف. الحل الأذكى في النقطة دي إنك ترجع جزء للدعاية عشان تكبر شغلك، وإنك تشيل جزء تاني للطوارئ، وجزء تالت تطور بيه من أدواتك وتطور بيه من نفسك وشغلك. الاستثمار الصغير ده الاستثمار الصغير ده هو اللي هيضمن إن شغلك يكمل بعد الفرحة الصغيرة اللي أنت بدأت بيها. المكسب الحقيقي مش إنك قبضت، المكسب الحقيقي إنك تقدر تبني دخل مستمر، مش بس مجرد فرحة لشهر أو شهرين وتنتهي. وخليك فاكر إن تقل الشيلة لو شايفها حمل، اعرف إنك ماشي صح ولازم تكمل.